في كتير من مسلسلات الكرتون اللي اتفرجنا عليها واحنا صغيرين، ولو انت من مواليد اواخر التسعينات واوائل الالفينات فقائمة المسلسلات دي اللي معانا هتبقى بتاعتك. يلا بينا نستعيد الذاكرة، بس قبل ما نبدأ ياريت تشترك في القناة علشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. فارس وفادي، يا على احلى ذكريات كانت مع الكرتون ده. ايام لما كان بيتعرض على قناة ديزني كان كرتون ممتع بجد. وفي نفس القناة كرتون ده مستحيل كان كرتون ممتع وكله أكشن والمهمات اللي كانت بتعملها. ومن ديزني القناة المفضلة MBC 3 كرتون جاكي شان اللي كان بيقوم دور ممثل جاكي شان، وكان نفس طريقة جاكي شان في الأفلام. ونروح كمان لكرتون الجاسوسات أليكس سام كلوفر والمهمات اللي كانوا بيعملوها، كان كرتون جميل جدا. ونكمل على نفس القناة، والكرتون ده بالنسبة لي كان الأفضل ليا وأعتقد محدش هيفتكره، وهو عالم الفوضى. الكرتون كان خيال علمي معمول حلو جدا، والمبارزات والوحوش اللي فيه كان كرتون مميز بجد. ونروح لآخر كرتون معانا في قناة MBC 3 وهو جاك التنين الخارق، وجاك اللي كان بيتحول لتنين أحمر وبينقذ الناس، وجده اللي كان بيعلمه فنون القتال. كان كرتون رائع. ونروح للقناة اللي ظهرت وكانت قوية جدا وبعدين اختفت، وهي نيكلوديان، ومسلسل الطفولة الجامد جدا داني الشبح. الله على دي ذكريات مع داني الشبح واغنية المقدمة الجامدة. الكرتون ده كان كرياتيف جدا وكان الافضل على القناة بالنسبة لي. ومن الاشباح للجنيات وكرتون تيمي تيرنر او الولدين السحريان اللي كانوا بيحققوا له كل حاجة. ونروح لكرتون محدش هيفتكره قوي وهو بس بوبي، القط والكلب اللي كانوا عايشين في جسم واحد. كان كرتون غريب بس ممتع جدا. واخر كرتون معانا في القناة وهو المراهقة الآلية، المراهقة الآلية اللي اخترعها ابوها علشان تنقذ المدينة. كان كرتون حلو قوي. من نيكلوديان لقريبتها كرتون نتورك، وهنقول كرتون مغامرات في لابجاك اللي كان بيعتبره البعض انه كرتون غريب، بس انا كنت بحبه جدا. ونروح للكرتون الممتع والجبان كوريج الجبان اللي كان بيخاف من ديلو تقريبا. الكرتون كان مرعب يا جماعة، بس كوريج كان بيقوم بالواجب وكان بينقذ العيلة. ونروح لكرتون الطفولة والصداقة وقت المغامرة، الكرتون رقم 1 للصحاب ومن أحسن الكرتونات بجد واللي كان ليه قصة حلوة. وآخر كرتون معانا على كرتون نتورك هو ايد وإيدي، الكرتون اللي غريب جدا بس كان ممتع لدرجة كبيرة قوي. نروح بعدها لقناة شباب المستقبل سبايس تون، واللي كانت مشهورة أكتر بالإنمي الياباني، بس إحنا مش هنقول إنمي النهاردة. هنبدأ ببرنامج أطفال كان بيتعرض واللي اسمه بارني، كان جميل جدا بجانب كرتون باباي والسبانخ اللي حببنا فيها، وكرتون تاز المشاكس، والبرنامج الأفضل وهو التيلي تابيز، وكرتون الطفولة سندباد والمغامرات بتاعته. وهنختم بكرتون مشهور جدا وهو فيلستون اللي من أشهر المسلسلات الكرتونية في أمريكا. ونروح لقناة جيم اللي تعتبر من القنوات اللي ما خدتش حقها، وهنبدأ بكرتون كيك وتاوسكي وكرتون هنري المشاغب ومغامرات جون فير اللي كان جميل برضه، وكرتون سلاش، وأخيرا برج العلوم كان ممتع ومفيد جدا. وكده نبقى وصلنا لآخر الفيديو. ولو عجبك دوس لايك وقولي في الكومنتات انهي كرتون كنت بتحبه في القائمة دي، ولو عايز نعمل جزء تاني قولي برضو في الكومنتات. سلام.